جملة سمعتها من كلاينت واعتبرتها غريبة شوية. هو كان بيشتري عقار بس كان بيختار ما بين شيء إعادة بيع سكندري ماركت أو شيء برايمري ماركت من الديفلوبر مباشرة. قال لي إيه؟ ابعت لي لو من ملاك عاديين فقط، ما تبعتش حاجات من المطورين، لاني عارف اماكنهم وعارف اروح لهم لوحدي ازاي وعارف ازاي اشتري بنفسي. استغربت شويه وسالته انت بتشتري للسكن ولا للاستثمار؟ قال لي للسكن. هستخدم العقار من 5 سنين ل 10 سنين اثناء فتره وجودي هنا في دبي، وبعد كده هرجع ابيعه وانا راجع لبلدي، وكون عملت منها شويه ارباح لما اجي ابيعها تنفعني وانا راجع بلدي. قلت له ممتاز جدا. خليني اسالك سؤال، وانت رايح تشتري من اعمار، انت عارف ان اعمار عندها حاجه اسمها تاير 1 تاير 2 تاير 3 في كل بنايه وكل لاي اوت بيختلف؟ قال لي لا ما اعرفش. سالته قلت له تعرف ان دماغك ما بقتش تعمل غرفه خدامه في معظم المشاريع بتاعتها والتاون هاوسز اللي بتبيعها دلوقتي؟ قال لي لا. سالته انت تعرف تفهم اللاي اوت واتجاه الشقه بتاعتك اذا كانت بحري او اتجاه الشمس بتاعها من الماستر بلان بتاع البنايه وبتاع المشروع؟ قال لي لا. سالته قلت له انت تعرف تختار وحده الاتجاه بتاعها يكون فاستو عشان لما تيجي تبيعها وانت راجع مفيش اي مشتري هندي يهرب منك؟ والفاستو ده يا جماعه، الجماعه الهنود بيحبوا يشتروا العقارات بتاعتهم في اتجاه يكون باب بتاع الخروج بتاعها والدخول في اتجاه معين، بيتفائلوا بحاجه زي كده. قال لي لا ما اعرفش. سالته قلت له انت تعرف ايه الارقام اللي الصينيين لما بيجوا يشتروها ما بيشتروش غيرها؟ الصيني لما بيجي يشتري عقار لازم يكون العقار بتاعه اليونت نمبر بتاعته رقم معين. برضه قال لي لا. فقلت له طيب وانت رايح عشان كل لا اللي انت قلتها دي لازم تاخد مستشار شاطر وفاهم يساعدك وانت بتشتري من الديفلوبر، عشان لما تيجي تبيع هو برضه اللي هيساعدك في البيع. لو محتاجين اي استشارات او استفسارات اتصلوا بينا او اكتبوا لنا على الواتساب. شكرا، مع السلامه.